أكثر انضمت إلينا عبر تطبيق زوم من مصر الإنفلونسر وصانعة المحتوى ولاء علي. مساك الله بالخير ولاء. مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا فيك. إيش حالك يا ولاء؟ أهلا بيكم، أهلا بيكم. طبعا بداية ولاء، أنت تقدمين يعني محتوى كوميدي بشخصيتك وشخصية أن أنت اخترتيها وحددتي ملامحها بعد، كيف جاتك هذه الفكرة؟ والله عايزة أقول لك إن الموضوع في الأول ما كانش كوميديا وكده. هو الموضوع الأول كان فاشن، وفكرة الكوميديا جت كده بالصدفة البحتة يعني بصراحة. كان فيديو لايت كده خفيف بسيط قوي وعجب الناس جدا، ولقيت الموضوع اختلف تماما والناس حبتني قوي فيه، فبقى المحتوى كله كوميدي بقى، وبقت الفيديوهات كلها كوميدية. يعني جاتك الكوميديا بالصدفة؟ جت كده بالصدفة يعني. جميل. أنا تلقائية جدا، يعني بعمل الفيديوهات بتلقائية وبطبيعية خالص. حتى هتلاقي كل الفيديوهات اللي موجودة عندي هتلاقيها بتمثل الأم وبنتها، بتمثل الزوجة والزوج. جميل. الحاجة اللي موجودة والمواقف اللي موجودة في كل بيت، سواء بقى مصري أو عربي، كل المواقف اللي أنا بعملها إحنا كلنا بنمر بيها في كل البيوت. صحيح. فالناس حبتني في الموضوع ده، فخلاص بقى الاكونت كله عندي كوميديا. حلو. الحلو في الموضوع انك جالسه تزرعين الابتسامه في قلوب الناس. وطبعا السؤال اللي يطرحه الموضوع، شو انت بالنسبه لك ما خفتي من تقديم هذا النوع من المحتوى، خاصه وانه يختلف عن المحتوى الاخر اللي تقدمينه وهو الفاشن؟ يعني من كوميديا الى فاشن الموضوع شوي ما يعني خلينا نقول ما يركب. صحيح. بالظبط ده حاجه وده حاجه تانية خالص. يعني هو في بدايه الموضوع كان فاشن، نعم. وتنسيق الوان وحاجات لايت خفيفه للبنات. بس يعني جت بالصدفه في النص، عملت الفيديو لايت بقول لكم عليه ده، والدنيا اتقلبت خالص. بس انا ستيل لحد دلوقتي برضو الاكونت عندي فيه فاشن، لان انا بحب الفاشن والتنسيق الالوان والكلام ده يعني. جميل. فده موجود وده موجود، الناس حبتني هنا والناس حبتني هنا، فايتس اوكي يعني. الحمد لله. صحيح. طبعا ثامر، شخصية الكوميدي أو نعم اللي يقدم محتوى كوميدي يعني بيكون عنده شخصية حلوة ومميزة طبعا، وهدفهم الأول يكون ترفيه المشاهد، ودائما يعطي له طاقة إيجابية ويقدم له رسائل إيجابية حلوة وهادفة من خلال الفيديوهات. كيف قدرتي تنشرين هذه الرسائل الإيجابية عن طريق محتواك الكوميدي؟ شوفي انا هقول لك على حاجه. اللي خلينا متفقين ان السوشيال ميديا بتاثر على الناس كلها، خاصه خلاص يعني احنا كلنا قاعدين على السوشيال ميديا وكلنا قاعدين على كل البلاتفورمز اللي موجوده. فانا حبيت ان انا اوصل رساله ايجابيه، اللي هو ان الناس تضحك. صح. ان الناس اخرجها من الضغط اليوم، سواء بقى دراسه، سواء من الشغل، سواء من البيت الولاد. فمجرد ان الناس تضحك ومجرد ان هي تبتسم بس، دي لوحدها رساله ايجابيه. الحمد لله انا بدي طاقه ايجابيه للناس يعني حلوه جدا جدا. بتبان قوي من التعليقات اللي بتجيني، بتبان قوي من كل الرسائل اللي بتجيني على الدي امز. في ناس بتستنى فيديوهاتي، فانا بوصل لهم طاقه ايجابيه هم مفتقدينها. نعم. بيدوروا عليا، عايزه اقول لك بيدوروا على فيديوهاتي وبيستنوها كل يوم. فالطاقه الايجابيه دي انك توصليها لحد، يعني موضوع صعب شويه. الكوميديا ذات نفسها، محتوى الكوميدي ذات نفسه صعب شويه ان انت تضحكي حد. فانا وصلت الحمد لله الحمد لله لقلوب الناس، وقدرت ان انا اوصل لهم طاقه ايجابيه حلوه. الحمد لله الحمد لله. يعني ليا قاعده ناس كتير قوي بيحبوني. وصار عندك مسؤوليه الحين تجاه المشاهدين، يعني صارت مسؤوليتك الحين انك تضحكيهم وتونسيهم دائما. اكيد لازم. اكيد اكيد طبعا مسؤوليه كبيره طبعا. اكيد طبعا. الحمد لله. انا عندي سؤال لك، وببدا في لهجتنا الجميله اللهجه المصريه. ازاي بتقدري تنظمي وقتك بين شغلك والبيت والتصوير والفيديوهات؟ طبعا الموضوع يعني صراحه انا احس انه يحتاج جهد كبير. شوف انا هقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه، انا بنظم وقتي يعني من اول ما بصحى لحد ما بنام. عارفه انا هشتغل امتى، هاخد بالي من البيت امتى، هصور امتى. ممكن اقول لك مثلا بنسبه 50% انا بحاول اظبط اموري، ولكن طبعا في حد معايا ما اقدرش استغنى عنه، هو اخويا.
محمد، لان هو شايل معايا حاجات كتير. هو يعني متخصص شويه في السوشيال ميديا وجرافيك ديزاينر، فهو ماسك لي حاجات كتير من غيره ما كنتش اعرف اعمل حاجه يعني. بس انا بحاول انظم وقتي، ان انا اصور، ان انا ارفع فيديوهات، ان انا ارد على الكومنتس الناس، ارد على المسجات. بس انا بحاول اظبط يومي على قد ما بقدر، بس يعني الحمد لله بمشيها. جميل. الله يوفقك طبعا ولاء على هذه يعني المحتوى تسلم. الجميل، وانك انت جالسه تفرحين الناس وتنشرين هذه الطاقه الايجابيه. أكيد. يعطيك العافيه صانعه المحتوى الحمد لله. ولاء الحمد علي، شكرا لله. لك. ميرسي، ميرسي جدا ليكم. شكرا شكرا، شرف لي ان انا كنت معاكم النهارده، بجد مبسوطه قوي ومتشكره جدا ليكم. يعطيك الله العافية، يسلمك، يعطيك العافيه. نورتينا.